النهاردة في بودكاست 1925 هنتكلم عن الأعياد المسيحية، جت منين وابتدت ازاي وعملت ايه، واللي هيكلمني عنها ضيفي النهاردة جون فيليب. ازيك يا جون؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ صوم يونان اللي هو الحوت في بطن بالظبط، اللي هو الحوت. يونس. صح كده؟ قلتها صح؟ صح كده. بالظبط. الصيام يونان ده بيجي قبل الصيام الكبير باسبوعين. قبل الصيام الكبير بأسبوعين. بيبقى تمهيدا، يعني انت ايه بتسخن، هما 3 ايام كده قبل ما تخش على 55 يوم فالدنيا تمشي معاك كويسه. احنا ليه بنصومه او ايه الرمز بتاعه؟ هو قصة يونس كانت ببساطة جدا. في بلد ربنا عايز يونان يروح يقول لهم ابعدوا عن الخطية. كان خايف فحاول يهرب من ربنا. مين يقدر يهرب من ربنا؟ محدش. بالظبط. هو ركب المركب، والقصة بقى اللي احنا كلنا عارفينها وكده. وبعد كده لما ربنا نجاه من الحوت راح البلد، وعلى فكرة زعل ان ربنا سامحهم. يعني يونان زعل جدا ان ازاي بعد ده كله انت تسامح البلد دي اللي هي نينوى. دي مراحم ربنا، هو اللي بيغفر. صح. يعني دي اقصى حاجة تشبه الواحد ممكن يبقى فرحان بيه، ان انا مهما عملت في امل كبير ان ربنا هيسامحني ايا كان ايه اللي انت عملته، مادام برجع له. بالظبط كده. موضوع ال3 ايام، لو خدت بال حضرتك ال3 ايام ده دايما فيها حاجة رابطة بحاجة. المسيح قعد في القبر كام يوم؟ 3. يونان قعد في الحوت كام يوم؟ 3 بالظبط. فهي 3 دايما مرتبطة ببعض. نيجي بعد كده العيد اللي هو حد الزعف او حد الشعانين. ده اللي هو بعد ما بيعتبر الصيام الكبير بيخلص اخر اسبوع، وده اهم اسبوع في الكنيسة كلها، اللي هو أسبوع الآلام. بالظبط. لان هو ده اللي بيجسد الديانة المسيحية، وبيربط العهد القديم بالعهد الجديد. العهد القديم كله نبوات عن اللي هيحصل، واوريدي هو حصل. بداية من حد الزعف لحد يوم الصعود اللي هو سبت النور. ده دايما بيبقى التاريخ لحد اللي قبل عيد القيامة على طول. المعنى بتاع شعانين اللي هو وصلنا. الرمز بتاع المسيح دخل أورشليم اليهودية، وكان التلاميذ أصلا خايفين يدخلوا. هو دخل والناس استقبلته بفرح وبزعف وأفراح. هو دخل على جحش، وهم نفس الناس اللي بعديها بأسبوع سلموه طلبوه ان هو يتصلب. اصلبه. لان للأسف هو ده البشر لما الشيطان بيقدر يتحكم في دماغه. لا، عشان هو كان هياخد منهم بالظبط، اكل العيش. هم افتكروا كده مع ان هو ما كانش عايز اي حاجة. لا، هو ما كانش عايز، بس عايز يلفت نظرهم انه اللي انتوا بتمتلكوه في الدنيا ده ولا حاجة. بالظبط، احنا ما بناخدش معانا حاجة. الحياة الأبدية هي اللي أهم بكتير. هي اللي فضلنا. طبعا قبلوه بأغصان الزعف والزيتون والكلام ده كله، وكل دوت بيرمز للندرة والسلام. دايما اللون الأخضر بيرمز للسلام، دايما الزعف الكلام ده كله ان هو داخل في سلام. هو مش داخل عشان حاجة، مش عايز ملك، هو اوريدي ملكه موجود. نيجي بعديها العيد اللي بعده على طول اللي هو خميس العهد، اللي هو قبل الصلب بيوم، اللي هو بتاع العشاء الأخير أو العشاء الرباني. لأن هو دوت كان آخر مرة يقعد فيها مع تلاميذه. ومن هنا احنا عرفنا بداية طقوس القداس. ازاي بقى؟ ما هو المسيح علمنا في العشاء الرباني التناول يعني. بالظبط كده. اوكي. فهي دي كانت المعرفة يعني ايه تناول. يعني ايه تناول؟ احكي للناس يعني ايه تناول. هي والجسد والدم وكده. احنا متفقين ان ديانة روحانية. احنا بنصلي في القداس، الجسد ده القربان بيتحول لجسد اللي هو جسد المسيح، والدم بيتحول اللي هي عصير العنب مش الخمر. دي نقطة مهمة جدا، عشان يعني ايه، انا مثلا كان ليا اصحاب مسيحيين لا يقربوا الخمر. طبعا لا تحب الخمر الا يحرمك من رضا الرب. آية صريحة. يعني وفي ناس بتقول لك لا، مش حرام. لا طبعا. انما في ناس ما كانوا لا يقربوا الخمر. هقول لحضرتك على حاجة بسيطة كل الأديان متفق عليها. الجسد ده ملك مين؟ مش ملكك.
انت هتتسأل عليه. الخمر دي مش هتبوظ جسمك هتبوظك في بس، حاجات. يبقى غلط، مم. يبقى توتالي غلط. مم. بس فهو القداس بيبقى كله صلوات لتحويل الجسد لجسد المسيح، والدم لدم المسيح. ليه؟ عشان المسيح يعيش فيا اوكي. وابقى انا عايش فيه. ودي قوة بالنسبة للمسيحيين، قوة روحانية. قوة روحانية، لان احنا عندنا الروح القدس، هي مم. دي اهم حاجة عندنا في حياتنا. مم. يجي تاني يوم طبعا اللي هو لا هو يعني صعب طبعا عشان طبعا انت عارف ان اسلاميا في سورة اسمها المائدة بتتكلم عن نفس الموضوع. انا اعرف سورة مائدة بس مش عارف ان هي بتتكلم عن انها مائدة من السماء، يعني حاجة مش عادية، حاجة ديفاين يعني. اوكي. اوكي. نيجي بعد خميس العهد اللي هو الجمعة العظيمة، اللي هو اتصلب فيها اللي اثبتت كل النبوات ان هو ده المسيح، وان هو ده اللي اتصلب. طبعا عند اخواتنا المسلمين هو شبه له. لا أصل انا عندي تفسير تاني تشبه لهم، فمش هاجي نتكلم لا خلاص فيه. بلاش اوكي. خلينا كده نتكلم في المسيحية. فنتكلم في المسيحية بالظبط. اليوم ده عظيم جدا عندنا، لان هو ده اللي اثبت النبوات، وان خلاص خطية ادم المسيح شالها عني، كل الخطايا شالها. كان ليه الصليب مع انه هو رمز عار، بس بالنسبة لنا ده رمز قوة، لانه قدر يغلب الكلام ده كله، لانه هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده. كانش في اي بشر يقدر يعمل كده. هو المسيح المنتظر اللي كلنا كانوا زمان مستنيينه يجي عشان يشيل خطية ادم وحواء. طيب عظيم. ليه اليهود ما اعترفوش بيه؟ غشاوة على عينيهم. غشاوة على عينيهم ولا رفضوا؟ يعني زي ما انت كررت كذا مرة انها ديانة روحية، رفضوا انهم ينتقلوا من الديانة الطقسية الطقوسية الى الديانة الروحانية. ممكن برضه طبعا. أوكي. تشبيه حلو جدا. مش كده؟ طبعا، لانه هو كان ليهم مكاسب تانية دنيوية في الطقوس دي. اكزاكتلي، كله بياخد على الراس يعني. بالظبط كده. بيقبض على الراس. الروحانية مش هتاكل معانا، مش هتنفع معانا خالص. لانه يعني الحقيقة احنا دلوقتي بنعاني من القصة دي للأسف. يعني. فكرة القدوم الثاني للمسيح عليه السلام مخليه ناس كتير عايزة تعك سياسيا في حتت كتير عندنا جنبنا عند جارستاوي كده. للأسف. ربنا يعني يرحمنا. آمين كريالايسون. يا رب. نيجي بقى لأهم عيد عندنا اللي هو بعد الصلب، عيد القيامة. اللي هو أثبت خلاص إن هو شال الخطية وإن كل حاجة تمام. ده أهم عيد عند المسيحيين، هو ده اللي مبني عليها المسيحية أساسا، والانتقال من العهد القديم للعهد الجديد. والعهد الجديد مش بينقض العهد القديم، هو بيعدل. المسيح جاي قال أنا مش جاي عشان أنقض، أنا جاي الناموس أكمل. بالظبط. قيامة المسيح من الموت بعد الصلب وهزيمته في الموت. الكنيسة بتعمل حاجة حلوة قوي، يعني اي ثينك ان في ناس كتيرة لو شافت القداس في التلفزيون بيعملوا حاجة اسمها تمثيلية القيامة، تبقى جميلة ومبهجة. بيقفلوا ستر الهيكل وبيطفوا انوار الكنيسة كلها، وبيعملوا التمثيلية ان المسيح قام وان انت مين، وبعد كده بيفتحوا الستر والانوار بتنور وبتلاقي الستات بتزغرط، ويبقى فرح جميل جدا في الكنيسة. حاجة حلوة قوي، ويعني اللي ما حضرهاش يحاول يتفرج عليها، هتعجبه جدا يعني. نيجي بعد كده عيد الصعود. ان هو صعد للسماء، ده بيبقى بعد العيد القيامة ب40 يوم بالظبط. ده اختفاء خلاص المسيح الارضي، رجع لملكوته ورجع لعرشه. دلوقتي المسيح اتنقل من ان هو بقى كائن غير محدود جوايا، ودي اهم ما في الموضوع كله. خلاص الموضوع اتحول ان انا بقيت المسيح عايش جوايا. فببتدي بقى الحياة معاه هو. ده عيد الصعود، وصعد قدام التلاميذ وشافوه لحد ما السحابة جت خدته من قدامهم. نيجي بعد كده عيد العنصرة أو الخمسين.
ده 50. بالظبط هو اسمه عيد العنصرة أو اه. عيد 50. وفي ناس وفي مسمى عيد الحصاد، عيد الأسابيع، عيد اليوبيل، كل ده حاجة واحدة بس، اوكي. اللي هو حلول الروح القدس على التلاميذ على هيئة ألسنة نار وقفت على كل واحد فيهم. دي كانت عبارة عن الروح القدس اللي هي المسيحية بتأمن بيها، اللي هي الروح القدس، وكانت بلغات مختلفة. كل واحد اتكلم بلغة ما كانش يعرفها، واتجهوا على اللغات ديت ان هم يقدروا يبشروا بالمسيح، وكانت هي من وقتها بداية خدمتهم على الأرض. مهم. نيجي برضو في عيد مهم جدا اللي هو عيد الصليب. اوكي. الصليب كان في ملكة اسمها ملكة هيلانا. دي ام قسطنطين، بالظبط، ام الامبراطور هي قسطنطين. اللي قعدت تصلي ان هي تلاقي الصليب اللي المسيح اتصلب عليه، وفعلا لقوه في في كوم زبالة، لقوا الثلاث صلبان مم. وما كانوش عارفين انهي واحد بتاع المسيح. صدفت ان كان في جنازة حد، مم. جابوا الشخص المتوفي، هي قالت هاتوه حطوه على الصليب. حطوه على اول واحد فضل زي ما هو، مم. حطوه على تاني واحد فضل زي ما هو، حطوه على التالت قام من الموت. اوكي. عرفت ان الصليب ده بتاع المسيح. مم. بنحتفل بيه امتى؟ 27 سبتمبر و19 مارس. ليه؟ الصراحة انا ما عنديش معلومة. اوكي. هو اليومين دول معروفين ان هم عيد الصليب. زي الايكينوكس كده يعني. يعني حاطين واحد هنا وواحد هنا يعني. بالظبط. آه. في برضه عيد مهم جدا، وده يعني انا اعرف ناس مسلمين بيصوموه، عيد العذراء، طبعا. يوم 22 اغسطس. ده بنصوم قبلها 15 يوم من يوم 6 اغسطس. طبعا العذراء عندنا كلنا صورة مريم، وعندنا احنا مقدسة جدا، لان شفت حلقة حضرتك كانت بتتكلمي على المرأة، فطبعا العذراء محدش يقدر ينسى فضلها وينسى اللي هي استحملته وهي شافته، وحاجة كبيرة قوي. بس دي الأعياد تقريبا اللي موجودة في خلال السنة. وكلها مرتبطة بصوم. اه طبعا، كلها، كل لأن الأعياد. كل حاجة يعني صيام. حتى عيد الصليب مرتبط اه طبعا، بالصيام. كله صيام. اه. أي حاجة صباح خير صيام. نرجع بقى لعيد العذراء، خلينا نركز معاه شوية. ايه هو، ماذا يمثل عيد العذراء؟ عيد ميلادها، عيد صعودها عيد صعودها للسماء؟ للسماء. عيد عيد صعودها صعودها للسماء، للسماء. بالظبط. مم. يعني ده اليوم اللي توفت فيه. بالظبط. اوكي. في حاجة حضرتك سألتيني عليها دلوقتي، بتقولي موضوع الصيام. مم. ليه كل حاجة صيام؟ اه. ليه كل حاجة صيام؟ ليه؟ أجهز يعني إزاي أقدر أجهز للعيد؟ إن أنا بيجهزك روحانيا، روحانيا. بالظبط، لأن غذاء الروح إيه؟ الصيام. الصيام والصلاة. فبغذي روحي عشان أستقبل العيد. عظيم. في حاجة بقى عندكم اللي هي مقلدينها ميديكالي دلوقتي، اللي هي الصيام الانقطاعي. احكي لي عن الصيام هو الانقطاعي. الصيام الانقطاعي ما هو غذاء الروح، مش صيام الأكل. هو صيام عدم الأكل والشرب، وفي نفس الوقت صلاة. مش بصوم وخلاص وأنا لا، أنا بصوم وبصلي وبسبح. كأنك بتختلي بالظبط، زي الراهب في القلاية مثلا. بالظبط، الخلوة يعني الروحانية. الخلوة الروحانية هو ده الانقطاع. بالظبط، هو ده اللي بيفرق عن الصوم الآخر. احنا بنصوم من 12 بالليل لحد تاني يوم الغروب. واللي يقدر يكمل يعني. طبعا في ناس طبعا من غير ذكر اسامي كنت اعرفها ان هي تصوم وتفطر على حاجة بسيطة وتكمل صيام تاني. تفطر على حاجة، كان في ناس ليها مسمى بس مش فاكر اسمها، اللي هي طماطم وملح. اوكي. يفطر بطماطم وملح عشان يكسر نفسه ويشرب بقه مية وخلاص ويكمل صيام تاني، وهكذا. وفي ناس، وانا مرة عملتها بس وانا صغير الصراحة، صوم يونان، قعدت 3 ايام صايم كامل، 3 ايام كاملين. بس جيت الصراحة في 3 يوم كنت نايم خلاص بقى، جسمي مش شايلني. كنت فاكر انا الموقف دوت، كنت صمته وانا في المدرسة، وكان في مدرسة شجعتني وصامت معايا. ففي ناس كتيرة بتعمل كده، لان هما غذاء الروح اهم من غذاء الجسد. هو اللي هيخليك تقدر تعيش في الدنيا دي، هو ده اللي بيرتقي بيك. بالظبط كده، بيخليك تتقبل حاجات كتيرة في الدنيا. بعيدا يعني عن الموضوع دوت، الرهبان اللي هم بتوع الصين اللي ليهم البوذيين.
بالظبط. عندهم حاجات كده ودايما كتير. لازم الصيام عندهم ده مهم جدا، اللي فظيع. هو لا ياكل وعشان ولا كده يشرب. تلاقيهم بالظبط. لان هو جلد العظم بتاعهم لان الهيكل هو العظمي باين. مقتنع ان غذاء الروح اهم من اي حاجه. هو فعلا غذاء الروح، بس احنا ما بنلتفتش لحاجات بسيطة زي دي، يعني او معاني ممكن تعدل حاجات كتيرة قوي في حياتنا. للاسف فعلا. يعني فعلا الدنيا بتاخدنا مم. كلنا، مش حد دي معين، حقيقه. كلنا دي حقيقه. بننسى حاجات بيسكس يعني هنا هي اللي هتعيش لنا في الاخر، لا، وهي اللي هتريحنا في مشوار وهي اللي الدنيا. هتريحنا هي رحله. في مشوار الدنيا. بالظبط. ميرسي يا جون على خالص يا رب. وقتك، وميرسي على المعلومات يا رب الحلوة اللي اكون قدرت خدناها من فدتكوا حاجه الله. كده ده بسيطه. مهم جدا جدا جدا، لأنك عرفتنا حاجات يعني بنشوفها بس مش عارفين سببها ايه. دي حقيقه. فميرسي جدا ده يا يا جون، فندم. شرفتني. لسه مكملين مع بعضينا في 19/25.